لو معروض عليك مانجمنت بوزيشن لازم تعرف ان حياتك هتتغير ومش هتبقى احسن حاجه، يعني مش هتقعد على كافيه او في مكتبك في التكييف تقضيها ايميلات وتليفونات. صحيح انها حاجه تبان حلوه من بره، لكن وراها تفاصيل كتير وتبقى غلطان لو بتفكر بالشكل ده. وفي الفيديو ده هقول لك على اهم 5 حاجات لازم تفكر فيها قبل ما توافق على الترقيه دي. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. ترقيتك لبوزيشن اداري معناها انك هتتعرض لضغوط كتير، وان رؤيتك للامور لازم تكون مختلفه، لان في مرحله كونك موظف انت يا دوب ترسف مكنه بتخلص المطلوب في الديدلاين وتبعته لمديرك وهو يكمل تفاصيل كتير انت مش شاغل بالك بيها. وبالمناسبه سيبك من المديرين اللي بيقعدوا ما بيعملوش اي حاجه ومشغلين كل الناس تحتهم وبيعملوا لهم شغلهم هم كمان، واللي اكيد ما تتمناش ان نهايتك في شغلك تكون زيهم. وحتى لو خرجوا منها بشكل كويس واخدين منها فلوس كتير، حياتهم الشخصيه بتكون اسوأ مما تتخيل. لكن خلينا نرجع لك انت واقول لك انت محتاج تفكر في ايه لو داخل على ترقيه. اول حاجه اعمل حسابك انك خلاص مش هتشتغل لوحدك، انت هيكون معاك فريق لازم تديره ولازم تكون رول موديل، وهتكون دايما على وضع الاستعداد سواء بالايميل او بالتليفون بعد مواعيد شغلك. تاني حاجه انت هتكون همزه وصل من فريقك وبين ادارتك، وبدل ما كنت بتحقق تارجتك الشخصي دلوقتي دورك تحقق تارجت الاداره كلها وبمساعده فريقك اللي لازم تكون بتعرف تشغلهم وتشجعهم وتخلي بينهم كيمياء، وكمان تحل مشاكلهم اللي هتبقى مسؤوليتك، وده اللي بسببه هتاخد المرتب اللي انت شايفه دلوقتي كبير. تالت حاجه حياتك الشخصيه هتتاثر واولويات حياتك هتتغير، والناس القريبين اللي بتشوفهم دلوقتي كتير هتشوفهم قليل، ويمكن ما تشوفهمش لانك هتكون دايما مشغول. وده ياخدنا لرابع نقطه، معارفك وزمايلك هيتغيروا، يعني زمايلك اللي قدام هيبداوا يحسوا بتغيير مجرد ما ترقيت، خصوصا لو كنتوا في نفس البوزيشن وانت دلوقتي اللي بقيت مديرهم. ومهما حاولت انك تبين ان ما حصلش تغيير في اسلوبك هتسمع برضو انك اتغيرت، والسبب البوزيشن اللي بقيت فيه، وفي الحقيقه انت ما عملتش حاجه غير انك اترقيت. والترقيه هنا معناها الضمني ان ولائك هيكون اكتر لمصلحه شغلك وشركتك. فاعمل حسابك وشوف بقى هتتعامل ازاي في اللحظه دي. وهنا خليني اقول لك نصيحتي، انت مش هتقدر ترضي كل اللي حواليك، فركز على شغلك ومصلحتك، او خليك زميلهم وما تقبلش البوزيشن. بس عايزك تسال نفسك، لو حد من زمايلك جات له الفرصه دي هيرفض عشان ما تقولش انه اتغير، ولا هيقبل ويدور على مصلحته؟ خامس حاجه بقى رؤيتك للامور كمدير هتتغير جوه الشغل، لانك هتلاقي الحاجه اللي كان ممكن تقبلها وانت موظف مش هتقبلها دلوقتي وانت مدير، وده حرصا على مصلحه الشركه. يعني مثلا وانت موظف هتفكر ازاي تشتغل عدد ساعات اقل وتاخد نفس المرتب، لكن لما تبقى مدير دايما هتفكر ازاي الموظفين يقعدوا لاطول وقت علشان ينتجوا اكتر، وطبعا باقل مصاريف علشان توفر لشركتك. في النهايه خليني اقول لك حاجه، الاداره الصح يعني مسؤوليه كبيره، وانا هنا مش بخوفك من الموضوع، بس لو جاي لك ترقيه او نفسك تترقى انت محتاج تسال نفسك انت عايز البوزيشن ده ليه؟ عشان طموحك وعشان تحقق نجاحات اكبر مع شركتك، ولا عشان شايف انك احسن من مديرك الحالي، ولا لسبب تاني؟ عموما فكر كويس قبل ما تكتب لي في الكومنتس، وتابعني على كل المنصات لو عايز تسلك اكتر في سوق العمل. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.